الهدية النبوية لمن أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار. نعم. أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه. يا الله. وكل مرض، كل كرب، كل ضيق، جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار. يلين القلب يا شيخ. يلين القلب. تتساهل لك كل مصاعب الحياة. تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب. أبنائك يعودون، صحتك يبارك فيها، كل باب مغلق ينكسر قفله. أحبابي، يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. نعم. ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية: ورزق من غير ما يحتسب. نعم. إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال: إني أريد الولد، قال: استغفر. آخر يريد التجارة، استغفر. لما أحبابي؟ لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا، كأنك تقول: أنا عبدك الضعيف أذنب دائما، لكن يا ربي سألوذ بجنابك وسأطرق بابك وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني. وكم ذنوب لا حد لها ولا عد، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر، سيفرج، سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة. الله إذا أعطى أدهش العقول، الله إذا أعطى يدهش عقلك. من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربة، أنا مريض مرض، أنا مديون، أنا ولدي ضال، أنا ألزم الاستغفار، أنا عقيم، الأطباء يقولون لا ولد، ما يمكن في حمل، ما في حيوان منوي، ما يوجد بويضة، ما. يا أخي الحبيب استغفر استغفر. هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك. الله أكبر. فيا معاشر الأحباب، الغنى بوابته الاستغفار، العافية بوابتها الاستغفار، الاكتئاب ذهابه بوابتها الاستغفار، الحزن خروجه من القلب بوابتها الاستغفار، انشراح الصدر بوابتها الاستغفار، صلاح الذرية بوابتها الاستغفار. استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللسان فقط. يغتاب، يلعن، يشتم، وتقول له: يا أخي لا تلعن، يقول: استغفر الله الله، ثم يلعن. هذا ليس استغفار، هذا من نوع من أنواع السخرية. ليس استغفار. نقطة مهمة دي يا شيخ. ولذلك بعض الناس أيضا يستغفر وليس لطلب المغفرة، لا، سمع آية قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبعض النساء الآن تقول: والله أنا أستغفر عشان أتزوج، أنا أستغفر عشان أنجح، أنا أستغفر عشان يجيني ولد. هذا يستغفر يريد مالا. نعم، الله يعطي المستغفرين هذه النعم، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بقصد المغفرة من الذنوب، ما هو بالاستغفار عشان أتزوج. أن تستغفر لأنك مذنب. مرور الإنسان في ساعة دون أن يذكر الله فيها يحتاج إلى استغفار. نعم. ولذلك لاحظوا في دورة المياه، إذا دخل الإنسان الخلاء هل يجوز يذكر الله؟ لا. لكن إذا خرج أول ما يخرج يقول: غفرانك. غفرانك من إيش؟ لأنني في فترة الخلاء الحمام أكرمكم الله انقطعت عن ذكرك، فأنا الآن أخرج من الحمام وأقول: أستغفر الله أني هال10 دقائق، ال7 دقائق، دقيقتين أني خلوت فيها عن الذكر. سبحان الله. يا أخي نحن في بعضنا أعمارنا كلها تحتاج غفرانك. حياته كلها غفرانك. بعد طلوعه من السيارة غفرانك، وبعد طلوعه من البيت ومن المكتب ومن غفرانك، ومن الاستديو غفرانك، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يغفر له. نعم. ولذلك أحبابي، من أراد أن يستفيد من الاستغفار فليستحضر وهو يستغفر رحمة الله ولطف الله وستر الله، مع حضور في ذهنه الذنب والذنوب اللي الله جل وعلا. ترى في ذنوب كثيرة، بعض يقول: والله ما أذكر ذنب. الله يعظم أجرك، أنت ما تذكر ذنب اليوم بس، ولا لك 25 سنة وأنت مزفي. الله المستعان. كم من ركعة تكبيرة إحرام راحت، وكم من صلاة راحت، وكم من مشاهدة عين حرام، وكم لفظة، وكم خاطرة، وكم. لو الإنسان أحبابي قضى عمره كله يستغفر
والله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم بها. الله كريم، الله رحيم. ولذلك عرض الله المغفرة لمن كان مجرم مع سبق الإصرار والترصد. مجرم إلين إذنيه مجرم. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرف يعني سنوات طوال في المعاصي. يشرب خمر، يعق الوالدين، تجده مجرم. لربما مسلم المسلمون من لسانه، ينظر الحرام، يسافر سفريات. أما آن لك أن تؤمن؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ أما تعود الآن؟ أما تنكسر فتقول أستغفر الله؟ لكن بشرط أحبابي، أستغفر الله ليست قولا باللسان. أيوة. ليس قولا باللسان. يمكن أضربك وأقول أستغفر الله وأضربك ثانية واستغفر الله. ما استفدنا من استغفر الله هذه إذا كان الإنسان لم ينعقد قلبه مع لسانه عليها. أستغفر الله استحضار للذنب الذي أريد أن أطلب المغفرة منه. ثم استحضار الذنب، ثم استحضار العجز أني يا ربي عاجز، ثم استحضار أنه السيد العظيم، وأنت يا ربي أنت الحليم، وأنت القدير، وأنت القوي، وأنا عبدك الضعيف الذي من ضعفي وجهلي تجرأت عليك، وأنت بيدك رزقي وما كل ما وما بكم من نعمة فمن الله. استحضار هذا ثم تحريك اللسان مع تواطؤ القلب بالاستغفار. هذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه. وإلا فإن بعض الاستغفار يحتاج إلى استغفار. وش الحديث يا شيخ؟ يعني أن ملك الحسنات يبادر بكتابة الحسنة إذا فعلتها. غنيمة الحسنة على طول. إذا أذنبت من رحمة الله لأنه الحليم ينظرك ملك السيئات قبل كتابتها 6 ساعات. علك أن تتوب، علك أن تستعتب. تدري ليه؟ يعني الرحمة باقية. أي نعم. لا، لعلك تتوب عشان تكتب ماذا؟ تكتب حسنة. الله أكبر. سيئة تكتب حسنة. مو فقط أنها تغفر الذنب. لا إله إلا هو الله. ليس فقط لأنه سيمسح أو لأنه يكتب، لأنك في هذه الفترة إذا لم تكتب عليك سيئة فاستغفرت، انتقل كتابك من كتاب السيئات إلى كتاب الحسنات. رحمن رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله العظيم. يعني الآن أنا أذنب، الملك يمهلني 6 ساعات نعم حتى أستغفر، فإذا ما استغفرت كتبت علي، كتبت سيئة واحدة، سيئة. وإذا استغفرت محيت وبدلت إلى حسنة. انتقلت من خانة السيئات إلى خانة الحسنة. لا إله إلا الله. ومجرد أعمل حسنة مباشرة تكتب حسنة، تكتب إلى 10 حسنات. لا إله إلا الله. أحبابي عروض عجيبة. أي والله. عرض رباني إلى التوبة. أحبابي التوبة بابها لا يغلق، ولكن الذي كبلنا عنها أنفسنا الأمارة بالسوء. شيطان يجري منا مجرى الدم، رفقة سوء حولنا. إذا الإنسان أراد يستغفر فتح الشيطان له أبواب، ذكر بذنوب، ذكر بإرشيد. من شروط أن تستغفر أن تبتعد عن البيئة التي تلوثت بها من معصية. يعني واحد مع جوال الآن وفيه صور مهي مضبوطة. طيب عشان تستغفر لابد أن تزيل المنكر، لابد حتى تفتح صفحة جديدة. تبعد عنك الملوثات. بعضهم لا زال حافظها في الاستديو، وبعضهم حافظها بأرقام وفي ملفات. معنى ذلك يا أخي وأنت يا أختي، إذا في معاصي لا زلت أنت يقول واحد والله استغفرت لكن ما أشعر بالانشراح اللي تذكرونه، ولا أحس أن الله غافر لي، ولا أحس أن الله تاب علي، ويبقى يبكي. يا أخي توبتك ليست نصوح. واستغفارك يحتاج إلى استغفار. الاستغفار ليس تحريك اللسان، لا بد من إزالة ما علق بنا من الذنوب. لأن بعض الناس الآن معه ربع كل يوم في رمضان مضيعين له رمضان، من يوم يصلي التراويح وهو معهم إذا صلى مشغلينه وراس معسل وراس شيشة وصك وأكة، والله يصلح قلوبهم ويهديهم، ولعب ودخان وصكات بلوت ومشاهدات بعض القنوات اللي هي طيبة، وهذا يوري هذا صورة مرة وهذا يوري. يقول الله يا أخي ما أقدر أصبر عنهم. إذا أنت لا تريد التوبة. وإني لغفار، الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. بس لا، باقي واحدة هي أهم، ثم اهتدى. ثبت الهداية.
لابد حتى تكون الطلب المغفرة من الله. يعني الآن يا شيخ لو واحد يريد إجازة إيه. وقال له المدير، قال له والله بعطيك الإجازة بس غيابك كثير، أنا بعطيك الإجازة بس يا أخي أنت خليت لها إجازة، إيه. أنت ماخذها بي منك. طيب وش يقول؟ لا إن شاء الله، ها خلاص آخر مرة، آخر مرة. طيب أعطاه الإجازة، جاء أضاف على إجازته 7 أيام من عنده من كيسه. وش يقول؟ يقول ما علمتك أنت أصلا لما قلت إن شاء الله أنا أنت ما أنت بناوي التوبة، أنت ما نويت أن تقطع الإرشيف الماضي. لذلك أحبابي من أراد أن يتوب فيتوب الله عليه، يعمل صالحا بعد الاستغفار ويثبت على هذه الهداية حتى تثبت له المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإذا أذنب يستغفر مرة أخرى. نعم. طيب شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت قبل قليل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه واضحة وهي من الفضائل في الاستغفار. لكن في آية أخرى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. القوة هذه الآن الناس يعانون من الضعف، يا أما كبير سن يا أما مرض يا أما. القوة هذه إيش معناها؟ القوة قوة قلب، قوة روح، قوة لمصادمة الحياة وكروبها. لو تنزل عليك 1000 مصيبة نعم وأنت مع الله دائما في لسانك أستغفر الله، مهما بلغت مصائب الدنيا، لو أبناءك كلهم قد رحلوا بين يديك والله ما ينصدع قلبك ولا فؤادك ولا يتضعضع إيمانك. الله أكبر. قوة روح، قوة إيمان، ثم معها قوة بدن. ولذلك قوة البدن، الإنسان المستغفر الاستغفار الصحيح نعم. هو الإنسان يذنب. كلكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الأعمى ماذا فعل؟ عبس. نعم. لامه القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن هذا خطأ بشري. نعم. خطأ بشري. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يرويه عن الله، لكن قد يخطئ خطأ بشري ويعود عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك، لما أذنت له؟ ليه تأذن للمنافقين في غزوة تبوك؟ الله لامه في القرآن لكن قدم له العفو: عفى الله عنك، ترى يعني ما لم فإنك في داخل العفو وهو خير الورى. فالإنسان يخطئ الخطأ، الأنبياء طبعا يخطئون الخطأ البشري، أما فيما بينهم وبين الله لا خطأ، والوحي الذي لا خطأ لأنهم معصومون. صحيح. نحن نعود إلى الخطأ البشري. يا أخي إذا أخطأت فعد، الله أعطاك دوحة، الله أعطاك جنة، الله أعطاك حديقة، الله أعطاك ظل يظلك فيه، كل استغفر الله لكن بقلب صادق. والله لو تقول استغفر الله قبل الظهر صادق ثم تذنب بعد الظهر غفر لك. فإذا استغفرت من الذنب اللي بعد الظهر قبل العصر وانت صادق استغفارك فتح. لأن يا أخوان الله عندما خلق الإنسان أنزل معه عدوا يرافقه ويخالطه ويساكنه: ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يا أخي إبليس معك دايم، الشيطان معك قدام وراء. يعني الله سبحانه وتعالى يقوي عزيمتك. المراد بالآية: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يقوي عزيمتك على الأعداء، الشيطان وغيره من الأعداء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ترى ربي لولا الدعاء لندعيه والاستغفار لنستغفره كان من زمان. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والله. هذه أحبابي عرض. إياك يجيك الشيطان يقول أنا أذنبت. طيب عندك رب اليوم أذنبت، الله ما يعلم بذنبك؟ بلى. طيب قادر يأخذك؟ نعم. قادر يبطش بك؟ نعم. قادر يسلب عن عافيتك؟ نعم. لماذا تركك؟ يبغاك تستغفر، يمهلك، يريدك تستغفر. الله أكبر. استغفر، عد إليه، استغفر. ولذلك أحبابي في حديث يرويه الصديق، والحديث هذا من أحبابي احفظوه بقلوبكم. نعم. يقول: من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر غفر له. لا إله إلا الله. أعيد يا شيخ. من أذنب ذنبا نعم ثم قام إلى الوضوء فتوضأ نعم ثم استغفر ثم صلى ركعتين. نعم. صلى ركعتين، يعني إذا أذنبت رحت وصل ركعتين رب اغفر لي، غفر له. لا إله يقينا. والحديث صحيح، غفر له. أحبابي مو بيمكن يغفر له، يغفر لك. لا إله إلا رب كريم، عرض عظيم، ما أدري ليه الناس يدخلون النار. الحديث صحيح. والحديث صحيح. والحديث عن الصديق رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. حسنه مجموعة من العلماء، الحديث صحيح.
والله يا أحبابي غريبة. هذه بشائر يا شيخ، هذه بشائر رهيب ترى من بشر، بشائر من رب البشر الله جل وعلا. خذ هدية نبوية، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه تراها الرواية الصحيحة. نعم. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعنده ذنب قاعد يستغفر منه، غفر له ولو كان قد تولى من الزحف. لا إله إلا الله. يعني لو كان يقاتل، تولي من الزحف موبقة، صحيح، من الكبائر، من السبع الموبقات، ومع ذلك يعني قدام يقاتل الناس وهج، رمى سلاحه وتركنا المسلمين ودخلوا الكفار علينا، أو أنه سبب في خسارة المؤمنين أو غيره، كبيرة، خيانة. هذه الخيانة لو قالها الإنسان بهذا وتاب وأناب وقال هذا الذكر غفر له. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رددها 3، رددها 7، رددها دائما. نعم. أيضا خذ الهدية النبوية التي بعدها. الهدايا اليوم كثيرة، هدايا كثيرة وباب. أحبابي في ذكر وتعرف تحفظونه، لو تقوله الصباح، لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة. يا الله. ولو تقوله بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة، والحديث صحيح. يا سلام. وهو سيد الاستغفار. من قال حافظين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. من قالها في الحديث موقنا، لاحظ الشرط، موقنا، مو هو بهذ لسان، موقنا من قلبه لا إله إلا أنت، تحقيق التوحيد. خلقتني ربوبية، وأنا عبدك ألوهية، وأتعبد. نعم. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني يا ربي ترى أحيانا ما أقدر. نعم. أنا ضعيف، عندي نفس وعندي شيطان وعندي هوى، وكل واحد منهم شغال علي يا ربي. صحيح. أنا ما أدري والله، الشيطان زينها لي ومرة نفسي. خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بالله من الكبيرة والذنب الذي فعلته. ثم تبدأ تفوض الأمر إلى الله. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أتذكر النعم، اعتراف بالنعمة، واعتراف يا ربي أنا ما أقدر تعصيك إلا بنعمتك. ترى أحبابي بدون نعمة الله والله ما نقدر نعصيه. اي والله. أنت الآن يوم تضرب الرجال طاقه بيدك، هذا عشان الله محرك يدك. رأيت الحرام باليوتيوب، هذا لأن الله أطلق لك العين. صحيح. تمشي للحرام بقدميك. يلي بتسافرون خارج بتسافرون، إن شاء الله ليس كل اللي يسافرون عصاة، لا، كثير من المسافرين إلى خير. صحيح. ناس فيهم خير وسياحة طيبة، لكن بعضهم لا يريد. نقول اللي رايح سياحة مهم مضبوطة، لولا نعمة الله وعافية الله تقدر تسافر تعصيه؟ لا. استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أعود فأقول إذن البشائر النبوية، رددوا سيد الاستغفار، رددوه فإنكم تفتح لكم أبواب الجنة. يعني فقط أن تموت بعد قوله وجبت لك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من اللهم آمين. لذلك يقول يخاف يا شيخ أرجع للذنب. لو رجعت للذنب فإنك تقول أستغفر الله فينادي الله، يناديك. علم عبدي أن له ربا نعم. يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له أو أني غفرت له. لذلك إياك يأتي الشيطان. وهذا ترى ملحظ مهم أبو عبد الله. نعم. من بعض الناس الآن يقول أنا استحيت من ربي يا شيخ، والله ما لي وجه. هذا مع أمي وأمك وأبوي وأبوك وأخوي وأخوك ومع جيراننا نستحي منهم. نعم. مع المخلوقين، لأن المخلوقين مهما أنت لو تخطي مرة وش يقول لك؟ حتى الآن أطفالنا إذا أخطأ وش تقول له؟ يا فلان آخر مرة انتبه، انتبه. أخطأت أنا أتوب. الثانية تستاهلها، الثالثة ثابتة، الثالثة يعطيك كف يوصله لجنوب المملكة ولا شمالها. وش يقول له؟ يقول أنا سمعت لك الأولى الثانية. هذول المخلوقين مساكين. أما الخالق جل وعلا لو تذنب مليون ذنب وتتوب مليون توبة وتذنب مليار معصية وتتبع كل معصية استغفار نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح تستغفر، فإن الله
يقبلك الله أكبر. ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعل ما مضى حسنات. هذا لأنه الله، سبحان. هذا لأنه الغفور، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. لذلك إذا جاك الشيطان يقول لك ما تستحي من الله، قل الله من حيائي من الله أني كنت أعصيه بنعمه. يعني اللي ينظر الحرام يا أخواني رأى الحرام بإيش؟ بعيونه. نعم. طيب يا أحبابي، لو أن الله من رأى بعيونه حرام أخذ العيون منه، كم أعمى في الرياض، كم أعمى في القريات، كم أعمى في جدة، مصيب. لكن الله غفور. نعم. ترى من رحمة الله أنه أملى لنا، من رحمة الله أنه حليم. نعم. هو حليم لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلت. لذلك من حلمه أن دامه ما انتقم منك إلى الآن بسرعة، استعجلوا، عجلوا، سابقوا واسرعوا. نعمة والله نعمة أن الآن نحن في ذنوبنا. ترى ذنوبنا اللي عندنا لو يعرفون الناس عنها ما سلموا علينا. صادق والله، صادق. ولو للذنوب روائح ما أحد جلس بجوار أحد لو تغتسل بالبحر الأحمر. الحمد لله على الستر. لكن يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا. الحمد لله. يعني الله جل وعلا كما قال أهل العلم أن الله جعل للأمة أمانين. الأمان الأول أن لا يعذبون. نعم. وجود محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. نعم. هذا الأمان الأول. لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات، بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن. نعم. ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. دام الإنسان يستغفر فهو في حرز، دامك تستغفر فأنت في حماية الله. لأن كلما أذنبت كأنك تقول يا ربي عبدك الضعيف، يا ربي أنت تعلم ضعفي، ضعفت، أخطأت، نعم. أجرمت، يا ربي. وإذا قلت يا ربي اغفر لي فتحقق يقينا أنه سيغفر لك. الله أكبر. القضية المصيبة أنك تذنب ولا تستغفر. تذنب ويجي الشيطان يقول لا ذنبت أمس واليوم تستغفر، أنت ويا وجهك ما أنت بكفو التوبة أصلا. أنت الله لا يغفر لك. ولذلك عبد طائع منيب مصلي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر متعلم واعظ، يعظ رجل ومل من كثر ما يعظه ومل من كثر ما يدعوه، فقال له والله لا يغفر الله لك. لاحظوا الجريمة الكبيرة. واحد صالح يقول الواحد عاصي والله لا يغفر الله لك. ماذا قال الله؟ غضب الله. نعم. غضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي؟ الله. من هذا اللي يتعدى علي ويقسم على كيفك أنت الجنة ولا المغفرة يا عبد الله؟ لا إله إلا كيف؟ الله. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله لمجرم عاصي مذنب يعلم في قلبه التوحيد. نعم. وأحبط عمل طائع مستقيم داعي آمر بالمعروف لأن تعدى على الله. من اللي يمنع من رحمة رب العالمين؟ من الذي يستطيع أن يغلق السماء أن تنزل منها رحمات ربي؟ الله غفور، الله رحيم، الله ودود، الله فتح. بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. متى؟ حتى تطلع الشمس من مغرب.